صراحة ربنا عجبني جدا. انا بجيبه ما بيبقاش طازة ولا فريش، بيبقى عامل زي السفنج. ام حبة بس بسم الله ما شاء الله. ما تضحكش عليا والله، انا بعمله لولادي بس انا اول مرة صراحة ربنا اكله. فعلا عجبني، طازة وفريش. بص يا حبايبي ابيض وجميل ازاي، سامعين الصوت وهو بيتقطم عشان لسه فريش ازاي السفنج. بص عامل ازاي. تعالوا بقى نعمل طريقة المشروم. هم حبة بس صراحة ربنا جمال. حتى الجدر بتاعه المفروض الجدر ده احنا بنرميه، انا صراحة انا مش هرميه لان هو مش زي السفنج طازة. بص المية اللي بينزلها. انا هعمله مع المشروم. المشروم ان ليه فوائد كتير. وادي اللي قشرته راح اعمله، وادي القشره اللي طلعت. كانت واحده بطه بايظه، القشره اللي طلعت اهي قشره خفيفه جدا عشان هو فريش، عشان كده بيتقشر. لو هو بايت ما كانش اتقشر. قطعه بقى في قلب بعضيه. انا قلت لكم مش هشيل الجدر بتاعه عشان الجدر بتاعه طري. يقول لك لا ما شلتش الجدر، الجدر بنشال، هو بيتشال فعلا بس لما بيكون مش فريش وكده. عارفين طبعا المشروم غالي، احنا بنجيبه بالواحده. احط بقى سنه ملح صغيره كده. السمنه بتاعتي خلاص قدامها بالظبط بتاع 10 دقايق. انا موطيه عليه، عليت النار لحد اول ما فكت من بعضها رحت خليت النار وسط. بص الميه اللي نزلها عشان هو طازه فريش. خلاص كده انا هنقله في الطبق. انا حطيت معلقتين سمنه، هنزل بقى بالمشروم. انا طبعا ما عنديش صويا صوص، عندي معلقه عسل اسود والاخر البرطمان هنزل بيها. كده خلاص بتاعي كده استوى. بس خلاص برضه شرايح. ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش اتأخرت عليكم في الفيديوهات بس كان عندي طبعا امتحانات تالتة اعدادي. كل سنة وانتم طيبين لنص الترم. طبعا النهارده عملت لكم طبق مشروم. المشروم طبعا عارفين القيمة الغذائية بتاعته. بص المشروم وجماله. والله انا عقبال ما عملت شوحت الخضار كانت خوخة كلت نص المشروم. استني يا خوخة ما تستعجلينيش. بص الجمال بقى، الوان الخضار مع المشروم والطعم والريحه والله ما اقول لكم. هدوق مين بقى؟ طبعا خوخه وهي اللي تقول. تسلم ايدك، طعمه تحفه. انا بعشق حاجه اسمها مشروم بجد، طعمه جميل. هي صراحه ربنا كلهم عندي بيحبوا المشروم وبالذات خوخه، بس انا صراحه ما بفضلهوش. بس صراحه لما بيكون فريش بيبقى بيوديك في حته تانية. ولو عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد.